في باريس 20 مايو 2010 الساعة 2:47 الصبح، راجل بيتسلق الحيطان من بره متحف باريس للفن الحديث بإيده. مفيش حبال، مفيش حزام أمان، مفيش أي معدات سلامة، بيستخدم إيديه ورجليه بس. هو فوق الأرض ب5 طوابق، يعني أي غلطة معناها الموت. الدور الثالث إيده اليمين وصلت لحافة ضيقة، صوابعه ماسكة بالعافية، وأول ما رجله الشمال مسكت في فتحة صغيرة بين الحجارة قدر ينجو من الموت. وفي الدور الرابع الحجر كان قديم ومتدمر، وكان بيجرب كل مسكة قبل ما يحط عليها كل وزنه، وأي غلطة هيقع 5 طوابق على الخرسانة. لكنه عمل ده أكتر من 100 مرة قبل كده. مباني مختلفة، مدن مختلفة، بس دايما بالليل، دايما لوحده. وأثناء ما وصل للطابق الخامس، لما قرب يوصل مد إيده على الحيطة بتاعة الشباك، صوابعه مسكت حوالين الحافة لمدة نص ثانية، كل وزنه معلق على إيد واحدة. دراعه اليمين بيترعش، عضلاته بتنمل وأعصابه بتسيب، والأرض تحت منه بحوالي 50 قدم. لكنه ما كانش خايف، مفيش استعجال. بهدوء فضل يمرجح ايده الشمال فوق، ماسك الحافة بايديه الاتنين. فجأة بيلاقي مكان لرجله جديد، وركز قوي وكان قرب يغلط. الراجل ده اسمه فريان توماش، الفرنسيين بيسموه الرجل العنكبوت لسبب وجيه. بيتحرك على الحيطة كأن الجاذبية مش موجودة. رفع نفسه لشباك الطابق الخامس، الشباك كان مكسور من 3 شهور بالظبط. الأمن عارف بس عمرهم ما صلحوه. توماش دخل من غير صوت. المبنى كان ضلمة وهادي، بيتمشى بين القاعات، حواليه ملايين الدولارات بلوحات لفنانين معروفين زي بيكاسو وماتيس، وعارف بالظبط هو جاي هنا ليه. 5 لوحات بالظبط، قيمتهم فوق 100 مليون يورو. أكبر سرقة في تاريخ فرنسا هتحصل، وفي أقل من 15 دقيقة بس أهم حاجة لازم تفهمها إن توماش مش حرامي عشوائي، لأن كله متخطط ومحسوب كويس جدا، وبمساعدة حد محدش متوقعه. فقبل ما اعرفك على اللي حصل بعد كده، لازم تعرف مين فريان توماش، لان قصته شبه قصة سبايدر مان بالظبط. فريان توماش ما اتولدش حرامي، لا، اتولد في باريس سنة 1968 لأبوين مهاجرين كروات صربيين. طفل عادي في حي عادي، فقير بس مش محتاج. أهله اشتغلوا جامد، خلوه يعرف ياكل وبقى عنده بيت يعيش فيه. لكن قبل ما يتم 10 سنين، توماش اكتشف حاجة هتغير حياته كلها. مش بس اللعب على الشجر أو في الملاعب، مباني حقيقية بحيطان من الطوب وواجهات صخرية. توماش كان بيتسلق العمارات في حيه، 5 طوابق، 6 طوابق للمتعة بس. مفيش معدات، مفيش أمان، كله بإيده ورجليه على الشقوق والحواف اللي غيره ما يقدرش يشوفها. ما كانش خايف من الأماكن العالية، مفيش تردد وهو بيبص من على السطح، بس غريزة حقيقية للحركة العمودية. أهله ما كانوش فاهمين ده، وقالوا له إنه لازم يبطل لأن ده خطر وإنه هيقع. بس توماش ما قدرش يبطل. التسلق بالنسبة له ما كانش مجرد هواية. وهو في العشرينات من عمره كان بيتسلق المباني في باريس بالليل لوحده، بيختبر نفسه، وكان بيفوق حدود قدراته. كان بيتسلق حيطان المكاتب، المعالم التاريخية، الكباري، وأي أماكن عالية. بقى معروف وسط دوائر معينة، متسلقي المدن، مجتمعات الباركور، الراجل اللي يقدر يتسلق أي حاجة، اللي عمره ما وقع. ودلوقتي هو على وشك يعمل حاجة هتغير حياته للأبد. في باريس 1995 هنتفرج على فريان توماش وهو بيعمل أول جريمة له. عنده 26 سنة، واقف على بلكونة في الدور الخامس اللي اتسلقه، ولسه داخل على شقة حد تاني. الشقة مظلمة وفاضية، الباب مفتوح، فيها أثاث غالي ولوحات على الحيطان وجوهرات على الدواليب. توماش خد صور واحد بس، مش لأنه محتاج فلوس، عشان بس يثبت حاجة، إنه لو قدر يوصل للطابق الخامس الأمن ملوش قيمة. الكاميرات على الأبواب الرئيسية، حراس بيراقبوا المداخل من الأرض، محدش بيراقب الحيطان من بره، محدش متوقع حرام يوصل من فوق. الصور ده غير كل حاجة. توماش بدأ يقتحم الشقق بانتظام، مستهدف الأحياء الغنية، بيتسلق الطوابق اللي الناس فيها حاسة بالأمان. مش بيقفلوا البلكونات لأنه مين يقدر يوصل هنا. كان بياخد مجوهرات، فلوس، حاجات صغيرة مش كبيرة ولا حاجة تخلي البوليس يجي فورا. ومحدش شافه وهو بيتسلق، لأنه بالليل زي الظل على الحيطان. البوليس بدأ يلاحظ نمط معين في السرقات اللي بتحصل، لأنها كلها في الطوابق العالية. مفيش أثر لأي اختراق للأبواب، لا شبابيك مكسورة، بس الحاجات اختفت، ومفيش تفسير ازاي الحرامي دخل. ادوه لقب الرجل العنكبوت، الحرامي اللي بيتسلق المباني زي السوبر هيرو. توماش اتقبض عليه كام مرة، اتشد وهو معاه حاجات مسروقة. قعد شوية في السجن، بس دايما كان بيخرج ويرجع للتسلق، لأن السجن ما كانش يقدر ياخد منه مهارته. ما
كانش يقدر ينسيه ازاي يتسلق الحيطان. لحد سنة 2010 توماش كان بيعمل ده بقاله 20 سنة. كان عنده 41 سنة. اغلب المجرمين في السن ده بيبطئوا شوية، بيبقوا حذرين، يعتزلوا، بس مش توماش اللي يعمل كده. لسه في قمة لياقته البدنية، لسه بيتسلق عمارات 5 طوابق بإيده، لسه من غير خوف. ولما حد جاله بعرض شغل، مش شقة لكن ده متحف، ما ترددش. الهدف كان متحف باريس للفن الحديث، 5 لوحات محددة قيمتهم فوق 100 مليون يورو، أكبر عملية في حياته كلها. بس تعالوا نقف دقيقة كده قبل ما نحكي ازاي ده كان ممكن يحصل. عايز اخد من وقتك لحظة بالظبط. لو القصة دي عجباك اشترك، لأن ده بيساعدنا نعمل محتوى ممتاز زي ده. ودلوقتي تعالوا نشوف اللي بيحصل جوه المتحف، لأن اللي توماش على وشك يعمله جنون كبير. الساعة 2:51 دقيقة الصبح توماش واقف قدام لوحة لوبون أوبت لبابلو بيكاسو، قيمتها 23 مليون يورو. تحفة اتعملت سنة 1911، بقالها أكتر من 100 سنة. عاشت حروب عالمية وثورات، وعاشت الاحتلال النازي لباريس، محفوظة في قاعات متحكم فيها العقود. وتوماش على وشك يقطعها من إطارها بسكين مطبخ. طلع السكينة من جيبه عادية جدا، مفيش معدات سرقة فنون هايتك، مجرد سكينة عادية ممكن تشتريها من أي محل أدوات. ضغط طرفها على القماش عند حافة الإطار من جوه، ودي النقطة اللي اللوحة بتبقى فيها مشدودة. القماش قديم ورقيق بس جامد على غير المتوقع. ضغط وبدأ يقطع. السكينة بتقطع القماش بصوت تمزيق خفيف زي قطع ورق تقيل. توماش شغال بحذر والثبات. عمل ده قبل كده في سرقات أصغر، بس عمره ما عمل حاجة زي دي. عمره ما عمل بيكاسو. القماش اتفصل عن الإطار شبر بشبر، حاسس بالتوتر وهو بيتفك. اللوحة مشدودة هناك من أكتر من 100 سنة، ودلوقتي بتتفك في ثواني. وصل للركن الأخير، آخر قطعة. القماش وقع حر، منفصل تماما عن الإطار. توماش ماسكه بإيديه، اللوحة اللي قيمتها 23 مليون، حاسس كأنه ماسك قماش غالي. لفه بحذر وما ضغطوش قوي عشان ما يكسرش الطلاق، مش فضفاض قوي برضو عشان يدخل تحت إيده. حطه على الأرض، بص على الإطار الفاضي لسه متعلق على الحيطة، مستطيل كامل، حواف ذهب مزخرفة بس فاضية، مفيش جوه حاجة، بس الفراغ اللي كانت فيه التحفة. المتحف لسه معرفش، مش هيلاحظ لساعات. توماش راح للوحة التانية، لابس طرال لهيري ماتس، اتعملت سنة 1905، واحدة من أهم أعماله. المتاحف حول العالم كانت هتدفع ثروات عشان تعرضها عندهم. حط السكينة على الحافة وبدأ يقطع، نفس العملية بالظبط. السكينة في القماش، صوت التمزق مالي القاعة الساكتة، أعلى من اللي توقعه. كل قطع بيرجع صدى شوية في الغرفة الفاضية. وقف شوية كده، سمع خطوات، أصوات، بس مفيش حاجة، بس نفسه هو اللي مسموع. كمل يقطع، اللوحة اتفكت، لفها وحطها جنب بيكاسو. كده بقى معاه لوحتين، لسه فاضل 3. بعدين لوحة لوفيليه بيدي ليك لجور براو اللي اتعملت سنة 1906، قيمتها 11 مليون يورو. السكينة على القماش قطع، السكينة بقت تمشي بسهولة دلوقتي. توماش بقى أسرع وواثق أكتر، كل حاجة ماشية زي المخطط. اللوحة اتلفت بسهولة، انضمت للباقي. بعد كده لام الفيفانتي لأماديو موديليجاني اللي اتعملت سنة 1919، ودي أغلى حاجة في القاعة ب 25 مليون يورو. لوحات موديليجاني من أكتر اللوحات المطلوبة في العالم. وتوماش بيقطع واحدة كأنه بيقطع ظرف. القماش اتفك، مسكه شوية، بص على وش المرأة المرسومة من أكتر من 90 سنة، بعدين لفها مع الباقي. كده لوحة واحدة بس اللي فاضلة، وهي ناتشر مورت اونادييه لفرنان ليجي اللي اتعملت سنة 1922، قيمتها 10 مليون يورو. كان آخر قطع. السكينة عبرت القماش، انفصلت عن الإطار، وكده خلص. قطع 5 لوحات قيمتهم 100 مليون يورو من إطاراتهم، ومفيش غلطة حصلت. فكر في اللي حصل، لأن توماش أخد سكينة عادية وقطع تحف حمتها المتاحف لعقود. فنون عاشت حروب وثورات وقرون من التاريخ، وبس قطعهم كأنهم بوسترات. مفيش إنذارات، مفيش حراس، مفيش استجابة للطوارئ. بس ده ممكن إزاي تدخل متحف وما يحصلش أي حاجة غلط؟ بنرجع بالزمن ل6 شهور قبل كده. كان في اجتماع في كافيه في باريس، 3 رجالة قاعدين على ترابيزة في الركن بعيد عن الشبابيك وبعيد عن باقي الزباين. الراجل الأول جوناثان بيرن، تاجر فنون في الحقيقة، ووسيط بيسهل الناس اللي عايزين حاجات ما ينفعش تكون عندهم. الراجل التاني فريان توماش، الراجل العنكبوت، حرامي محترف ومتسلق محترف. الراجل التالت جان ميشيل كورفي. وهنا المفاجأة،
كوربيه شغال في متحف باريس للفن الحديث، حارس أمني شغله كله يهدف لمنع السرقة، وهم قاعدين على الترابيزة بيخططوا لأكبر سرقة فن في تاريخ فرنسا. بيرن بيتكلم وبيقول إن عنده عميل غني عايز 5 لوحات محددة كلها في المتحف قيمتهم فوق ال 100 مليون يورو. المشكلة ازاي تسرق من واحد من اكتر المباني تأمين في باريس؟ الحل قاعد قدامهم على الترابيزة. كوربيه عارف كل حاجة، كل كاميرا، كل انذار، كل نقطة ضعف في الامن، والمتحف دلوقتي عنده ضعف كبير. بدأ يسرد لهم. اولا في شباك مكسور في الطابق الخامس، مكسور من 3 شهور بالظبط، الإدارة عارفة بس لسه ما صلحتهوش لأن في مشاكل في الميزانية. ثانيا نظام الإنذار عطلان من أسابيع، المفروض يشتغل لو حد اتحرك في بعض القاعات بالليل بس هو مش شغال. المتحف طلب تصليحات بس التصليحات لسه ما اتعملتش. تالت حاجة الكاميرات، نصهم مقفولين للصيانة والنص التاني ليه نقاط عمياء. كوربس عارف بالظبط فين النقاط العمياء دي. رابع حاجة جدول الدوريات، كوربس شغال بالليل وعارف امتى الحراس التانيين بيعملوا جولتهم، هو عارف الثغرات، اللحظات اللي محدش بيراقب فيها، هو بيرتب كل حاجة، الشباك، الانذارات، الكاميرات، التوقيت، كل حاجة تومش محتاجها. تومش بيسمع فبيسأل أي لوحات وفين وعنده وقت قد ايه. كوربس بيرد على كل حاجة، بيوريه صور، مخططات الأرضية، جدول الحراس. الموضوع ده مش عملية سرقة، ده جولة سياحية مرشدة. بيرن بيحسب الفلوس نصيب كل واحد، تومش بياخد نصيبه على التسلق والسرقة، كوربس بياخد نصيبه على انه ساكت، بيرن بياخد اكبر نصيب لانه رتب كل حاجة وبيبيع اللوحات للعميل بتاعه. اتفقوا، صافحوا بعض، الخطة دلوقتي جاهزة. دلوقتي يلا نرجع للمتحف. تومش طلع فوق السور خلاص، قطع 5 لوحات اللي قيمتهم 100 مليون من اختياراتهم. النظرية نجحت تمام، بس النظرية حاجة والواقع حاجة تانية. تومش خلص اغلب الخطة، دلوقتي تعال نشوف اذا كانت هتمشي للنهاية ولا كل حاجة هتبقى غلط. دلوقتي جوه المتحف تومش شايل 5 لوحات مطوية تحت ايده ب 100 مليون يورو، بيبدأ يمشي راجع عبر القاعات، بيرجع في نفس الطريق اللي جه منه، ممرات ضلمة، غرف ساكتة، كل حاجة حسب الخطة. بيعدي من قدام مكتب الأمن في الطابق الثالث، جان ميشيل كوربس قاعد هناك بيقرا الجريدة، مش بيرفع عينه، مش شايف حاجة، بالظبط حسب الخطة. تومش بيكمل، قرب يوصل، بعدين بيسمع أصوات، في صوتين جايين من السلم قدامه وسمع صوت خطوات كمان. تومش وقف فجأة لأن في حراس أمن، مش كوربس، حراس تانيين بيعملوا دورية مش مجدولة، ماشيين ناحيته بيتكلموا وبيضحكوا على حاجة. 30 ثانية بعدين يمكن أقل، تومش بص حواليه، هو في ممر، في لوحات على الجانبين، مفيش مكان يختبئ فيه، اللوحات تحت ايده كبيرة وواضحة، لو الحراس شافوه تبقى كل حاجة انتهت. بيتحرك بسرعة، بيدخل معرض جانبي، بيتحط ورا تمثال كبير والأصوات بتزيد، بتقرب. الحراس دخلوا الممر، كشافاتهم بتنور على الحيطان. تومش ماسك نفسه مش بيتحرك، الأشعة بتعدي قريب منه بمترين. واحد من الحراس وقف، قال حاجة وأشار على إطار فاضي على الحيط، إطار بيكاسو فاضي، مفيش لوحة جوه. قلب تومش بدأ يخبط جامد لأنهم كده اكتشفوا، بس اللي حصل غير متوقع. الحارس افترض إنها اتشالت للتنظيف، يمكن ده ما يهموش. على أي حال مكملين طريقهم، أصواتهم بتخف فبيمشوا. تومش مستني 10 ثواني، بعد كده 20، بعد كده بيبقى في صمت في المكان. بيطلع من ورا التمثال، بيكمل يوصل للنافذة اللي في الطابق الخامس، نفس اللي مكسورة ولسه مفتوحة، بيتسلق من خلالها، بينزل على الحيط. 5 طوابق في الضلمة مع 100 مليون يورو تحت ايد واحدة، رجل واحدة، بيعدي الشقوق، بيتحرك نازل، بيوصل الأرض أخيرا، بيحط رجله على الرصيف، بيبص ورا على المتحف، ضلمة، سكوت، مفيش انذارات، مفيش صياح ولا حراس بيجروا. بيمشي بعيد في الليلة دي لأن كده خلاص السرقة خلصت. دلوقتي لو انت قاعد بتفكر بتقول واو سرقة مثالية، انت غلطان جامد، لأن اللي هيحصل بعد كده هيدمر كل الخطة دي، مش بس هيخليها تفشل، ده هيخليها تراب. اللي هيحصل بعد كده كارثي جدا وغبي لدرجة تخلي السرقة العبقرية تبان فارغة. في صباح يوم 20 مايو 2010 حارس أمن ماشي جوه متحف الفن الحديث بيعمل التفقد الروتيني بتاعه. دخل المعرض، شاف أول إطار فاضي، وقف، قرب منه، لوحة بيكاسو اختفت. جري للغرفة اللي بعديها، لوحة ماتيس كمان اختفت. بيفضل يلف لحد ما بيكتشف ان في 5 اطارات فاضية وقيمتهم حوالي 100 مليون يورو. الانذارات ابتدت تشتغل، مش انذارات المبنى، دي عمرها ما كانت شغالة، دي انذارات البشر. الحراس بيصرخوا، المديرين بيجروا، الشرطة اتصلت. في خلال ساعات بقى خبر عالمي، اكبر سرقة فنون في تاريخ فرنسا. الشرطة عملت تحقيق ضخم،
عارفين انها شغل محترفين. اللوحات مقطوعة بعناية، الاطارات ما فيهاش اي ضرر. اللي عمل كده كان عارف بالظبط هو بياخد ايه. في نفس الوقت بالظبط توماش بيسلم اللوحات لجوناثان بيرن الوسيط، الراجل اللي المفروض يبيعها للعميل الفني بتاعه. بيرن بياخد اللوحات ووعده ان الفلوس هتيجي قريب، بس محتاج يرتب البيع الاول. لكن هنا بقى المشكلة، اللوحات دي مشهورة قوي. كل متحف، كل معرض، كل جامع فنون جاد في العالم عارف بالسرقة دي. 5 لوحات دول بقوا أكتر قطع فنية مراقبة في العالم كله. محدش يقدر يشتريهم، محدش يقدر يعرضهم أساسا، محدش يقدر يبيعهم، بقوا عديمين القيمة. بيرن بيحصل له فزع، مش قادر يلاقي مشتري. العميل بتاعه بيختفي، مش بيرد على المكالمات، مش عايز اي علاقه بلوحات هتوديه السجن على طول. بيرن اتحبس مع 100 مليون يورو وفنون مش قادر يبيعها، مش قادر يحتفظ بيها، مش قادر يعمل اي حاجه بيها. فبياخد قرار، اسوأ قرار في تاريخ سرقات الفن، بيرميهم لانهم مش مجازين. حرفيا جوناثان بيرن بياخد 5 تحف فنيه لبيكاسو وماتيس وموديليجاني وبرا وليجيه، لوحات عاشت الحرب العالميه الثانيه، اتعلقت في المتاحف لعقود وكانت قيمتها فوق ال 100 مليون يورو. بيرميهم في الزباله لانه بيخاف، فبيتخلص من فنون لا تقدر بالثمن زي الزباله. اللوحات اختفت، اتدمرت، ضاعت للابد. الشرطه في الاخر قبضت على ال3، توماش، بيرن، وكوربس حارس الامن. اتقبض عليهم في 2011، المحاكمه حصلت في 2017. توماش اخد 8 سنين سجن، بيرن اخد 6 سنين، كوربش اخد 6 سنين. بس اللوحات عمرها ما استرجعت. اعظم سرقه فنون في تاريخ فرنسا خلصت والفن كله في الزباله. توماش طلع من السجن دلوقتي، انطلق في نص العشرينات، بس اللوحات لسه ضايعه. بيكاسو، ماتيس، موديليجاني كلهم اتدمروا عشان راجل واحد ما قدرش يتحمل الضغط. ساعات اصعب جزء في جريمه مثاليه مش الجريمه نفسها، اصعب حاجه هي اللي بيجي بعد كده. يكون انتهى فيديو النهارده. فلو الفيديو عجبك اعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتابعنا عشان تشوف كل جديد. سلام.